السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتكم قصص منكم واليكم. كنتمنى ان القناه ديالي تكون كتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك لي كومونتير اللي كيشجعوني. ويلا ندوزو للقضيه ديالنا ديال اليوم. قضيتنا ديال اليوم هي واحد القضيه اللي صعيبه بزاف، خصوصا ملي كتجيك الدقه من القريب. غادي نمشيو القضيه ديالنا ديال اليوم للنواحي ديال مدينه فاس، اللي كانوا كيعيشوا واحد الزوجان اللي كانت عندهم واحد الفيرما وكانوا ميسرين الامور ديالهم. كانوا ماديا كانوا ميسرين، وكذلك كانوا الناس اللي معقولين وداخلين سوق راسهم وكيعاونوا الصغير والكبير. هاد الكوبل هذا غادي ينتج عليه واحد الولد اللي كان الاسم ديالو حمزه اللي كبر وترعرع مع والديه. كانوا الاباء ديالو رباوه واحد التربيه حسنه، وكان واحد الولد اللي معقول وكيقرا وكيساعد كذلك الاب ديالو في الفيرما. فعلا عاد يقرا حمزه وعاد يوصل البكالوريا. هنايا عاد الاب ديالو يقترح عليه انه يحبس من الدراسه، وهكا هو اللي يقابلو الاشغال ديالو في الفيرما. فعلا حمزه كان دائما كيسمع الاب ديالو، حيت دائما كان كيعرف بان الاب ديالو راه باغيلو غير مصلحته. الاب ديال حمزه فكر مزيان، لان عنده فقط داك الولد، وإلا مشى تغرب وخدم في شي بلاصه ولا في المدينه ما غاديش يقدر يرجع للدوار. كذلك الاشغال كانت كثيره على الاب ديال حمزه. فعلا حمزه عاد يبقى كيخدم مع الاب ديالو، وعاد يتعلم وعاد يشرب الحرفه. عادي يبقى مقابل الفيرما ديال باه الخضراء، اي حاجه كتعلق بالفيرما هو اللي كان كيقابلها وكيقدها، وزاد طور من الفيرما ديال الاب ديالو. حمزه هنايا غادي يدير 25 سنه. هنا الاب والام ديالو كانوا تزادوا في السن وطلبوا منه انه يزوجوه باش هكا يستقروا، وباغيين يشوفوا حفايدهم وهكا يلعبوا معاهم ويكونوا قراب منهم. فعلا حمزه كي ديما الاب ديالو ما كيضيعلو حتى شي نظره. حمزه هنا غادي يطلب من الام ديالو والاب ديالو الا بغى يتزوج يشوفوا له شي بنت الناس اللي تكون هكا ظريفه ومعقوله، وكذلك العائله ديالها تكون مزيانه. الام د حمزه كانت حاطه عينها على واحد بنت الدوار نتاع واحد السيد اللي كان معقول ومعروف في الدوار، وكذلك الام ديالها كانت واحد الانسانه طيبه، وحتى الاخوه ديالها. حمزه هنا عادي تقترح عليه هاد البنت اللي كان الاسم ديالها رجاء كانت مازال صغيره، عاد عندها 17 سنه. من بعد ما وصلت للثالثه اعدادي عادي تخرج وتبقى كتساعد الام ديالها في البيت، لان راكم عارفين الناس ديال الدوار ما كيخليوش بناتهم يكملوا القرايه، حيت كان صعيب انها تنقل وتبعد باش تقرا على والديها. هنا الاب ولا الام ديال رجاء ولا الاخوه ديالها غادي يعرفوا بانهم غادي يتناسبوا مع الحاج، غادي يكون عاجبهم الحال، خصوصا ان عنده ولد واحد وعادي يتهلاو في بنتهم وكذلك عادي يصونها. وحتى حمزه فاش غادي يشوف البنت غادي تعجب بها ويتغرم بها. وهنا غادي يتزوجوا واحد الزواج اللي كان تقليدي، غادي يديروا واحد العرس وكذلك غادي يكبروا بالعروسه ديالهم. ورجاء هنايا غادي تنتقل باش تعيش مع الزوج ديالها. فعلا رجاء كانت واحد البنت اللي معقوله وظريفه بزاف، وكذلك كانت مفاهمه بزاف مع الاب ولا الام ديال حمزه، وكانوا اللي بغاوها كديرها لهم. حمزه واخا تزوج زواج تقليدي هو ورجاء، ولكن لقاو راسهم كيبغيو بعضياتهم وكذلك كيخافوا على بعضياتهم. هنايا رجاء غادي تبقى مع العائله ديال الزوج ديالها، وغادي تدوز الايام وكذلك السنين. ما عاديش يرزقهم ربي بالاطفال، غادي تدوز 3 سنين وهنا غادي توفى الاب والام ديال حمزه، اللي كان الفرق بيناتهم غير شهرين. توفى الاب ديال حمزه، من بعد الام ديالو ما صبرتش على الزوج ديالها وحتى هي غادي توفى. كانت واحد الصدمه اللي كبيره على حمزه ولا على رجاء، لانهم كانوا واحد الاباء اللي ظريفين وكيعاملوهم مزيان وكيتهلاو فيهم، خصوصا حمزه اللي ما عجبوش الحال ان يتوفى الاب والام ديالو اللي كانوا باغيين يشوفوا وليداته. فعلا غادي تدوز الايام حتى لواحد الصباح رجاء غادي تجي وغادي تفاجئ حمزه وغادي تقول ليه بانه راه حامله.
كانت احسن نهار غادي يدوز عند حمزه. كان فرحان بزاف وما قاده فرحه. هنا حمزه غادي يخلي رجاء تجلس وترتاح ويطلب منها ما دير حتى شي حاجه. فعلا داكشي اللي كان. غادي يجيب لها واحد البنت اللي تساعدها في الاشغال ديال المنزل، وكذلك واحد السيد اللي كان خدام عنده كشيفور كيوصل رجاء ولا كيوصلو هو الا كان باغي يمشي لشي بلاصه ولا كانت شي سلعه كيديها. المهم رجاء عادي تكون مرتاحه بزاف، واي حاجه تشهاتها حمزه كان كيجيبها لها في الحال. كان فرحان بزاف وما قده فرحه. هنايا حمزه غادي يدوز مع رجاء احلى ايامهم، وغادي يكون فرحان خصوصا عادي يعرف بان ربي عادي يرزقه واحد البنيته، وهو كان متشوق للذريه. رجاء كذلك كانت الام ديالها والاب ديالها كانوا كيجيو كيساعدوها، وهنا في هاد الفتره هذه الام ديالها كانت كتجي دائما باش تبقى معاها وتشوفها شنو خاصها. رجاء غادي تدوز الفترة ديال الحمل ديالها، وغادي يجي النهار اللي غادي تولد فيه. حمزة غادي يكون أسعد واحد، غادي يتهلا في الناس اللي معاه وكذلك الناس اللي كيشتغلوا معاه، وغادي يدير واحد السبوع اللي كان كبير وغادي يعرض على الناس كاملين ديال الدوار، وغادي تكون ما قاده فرحة. وهنايا حمزة غادي يقول للرجاء بأن ضروري خاصنا نزيدو شي مولود تاني، هكا لابد يكون ذكر ويكون مع الأخت ديالو ونكونوا فرحانين، خصوصا أنا عشت بوحدي ما بغيتش ولادي يبقاو بوحديتهم، خاص ضروري يكونوا 2 ولا 3 وأنا ما كرهش يكونوا حتى 6. رجاء بدات كتضحك، وفعلا غادي تدوز الايام وغادي يدوز سنه ونصف، وهنايا رجاء عاوتاني غادي تلقى راسها حامله وغادي تكون فرحانه، وحتى حمزه غادي يكون طاير بالفرحه، وحتى المولود الثاني غادي تكون بنيته. وهنايا حمزه كان عاجبو الحال وكيقول ان شاء الله المره الجايه غادي يكون عندي وليد باش هكا يهز الاسم ديالي والاسم ديال الاب ديالي، وهذا الشيء هذا يمشي كامل عنده ويهز حتى هو هاد الفيرما هادي ويبقى متوارثه من ابن لابن. هنا حمزه كان فرحان، وحتى بالمولوده ديالو الثانيه غادي يدير لها احسن اسبوع، وغادي يعرض على الناس وغادي يدير الذبايح، وكذلك غادي يعطي واحد المقدار ديال الفلوس للناس كاملين اللي كيشتغلوا عنده. غادي تدوز الايام وغادي يبقى حمزه ورجاء والبنيتات ديالهم بجوج. غادي تدوز العام الاولى العام الثانيه والعام الثالثه على المولوده الثانيه، وهنا حمزه غادي يبقى يطلب من رجاء انها خاص ضروري تولد وتزيد تولد باش هكا تكبر العائله ديالهم، وهو كان متشوق للابن ذكر. ولكن رجاء كانت رافضه انها تزيد وكتقول بركه ربي ما رزقناش دابا، الله يجعل البركه عندنا 2 بنيتات بحر نقدو بيهم، وكذلك هاد الشيء اللي عطا الله. ولكن حمزه كان مصمم بزاف على انه يزيد يولد، ودائما كان كيطلب من رجاء انهم يمشيو لعند الطبيب ويشوفوا شنو عندهم وشنو هو المشكل اللي هكا خلاهم يتاخروا عاوتاني في الحمل. هنايا رجاء غادي تقولوا غادي نمشي عند واحد السيده اللي كتعرفها الام ديالي وكدير داك الشيء نتاع الاعشاب وان شاء الله يكون خير. فعلا رجاء غادي تمشي، ولكن غادي تدوز الايام وكذلك الشهور وما غادي تكون حتى شي حاجه. عاوتاني غادي يصمم عليها حمزه باش انهم يمشيو للطبيب ويشوفوا شنو عندهم، وهي دائما كانت رافضه هاد الفكره ديال الطبيب. حتى لواحد النهار حمزه غادي يكون ماشي يدي شي سلعه الكازا، وتما غادي يعرف بان كاين واحد الطبيب كبير ديال اخصائي في هاد الشيء نتاع الولاده. هنا غادي يدخل ويقول خاصني ندخل نشوف ونعرف ونمشي ندوز انا، وإلا حسيت براسي وارتحيت لهاد الطبيب غادي نجيب رجاء وباش تشوف شنو واش عندنا شي مشكل. فعلا غادي يدخل الطبيب، واول حاجه منه غادي يطلبها غادي يقول انا راني مزوج وعندي 2 بنيتات وبغيت نزيد، ولكن هادي داز تقريبا 3 سنين ومازال ما رزقناش ربي بشي مولود ثالث، انا عندي 2 بنيتات وبغيت نزيد عليهم. هنا فعلا الطبيب غادي يطلب منه انه يدير شي تحاليل ويرجعهم له باش يشوف ويعرف شنو عنده المشكل، وغادي يطلب منه انه يجيب حتى الزوجه ديالو. حمزه غادي يدير داك التحاليل وغادي يمشي، من بعد غادي يرجعهم للطبيب.
فاش غادي يدخلهم غادي يقول ليه بان نتايا ما يمكنش يكونوا عندك وليدات لانك مستحيل انك تولد. هنايا حمزه غادي يتخلع وغادي يتصدم، غادي يقول ليه واش انا عندي جوج بنيتات وانت كتقول لي ما يمكنش يكونوا عندي وليدات. فعلا هنا الطبيب غادي ياكد الحمزه، عادي يخرج حمزه وياخذ التحاليل ديالو وغادي يمشي كيقلب ويسول على اكبر طبيب اللي يقدر عاوتاني يلقاه في كازا ويمشي عنده. عادي يمشي لواحد طبيب اخر وغادي يدخل عنده وحتى هو غادي يطلب منه اول حاجه تحاليل، وهنايا غادي يدير داك التحاليل ويرجعهم للطبيب. كذلك هذا الطبيب الثاني غادي ياكد الحمزه بانه مستحيل انه يولد. هنا حمزه غادي يتاكد بان هذوك الوليدات وهذوك البنيتات راهم ماشي بناتو. غادي يخرج وهي الدنيا كدور به، ما غادي يوصل الفيرما ديالو حتى غادي يكون في واحد الحاله اللي مستحيل انك تصورها. هنا ما غاديش يبين الرجاء نهائيا شنو واقع ولا شنو قالوا له الاطباء. غادي يخلي داك الشيء بينه وبين راسو وغادي يبقى غير جالس وكيفكر وكيخمم، الا ما كانوش هاد البنات ديالي يعني راهم ديال من ورجاء، كيفاش هاد المده كامله وانا عايش معاها في سعاده وعمري ما شفت منها شي حاجه، وهي دابا كيقولوا لي الاطباء ان هاد البنات هادو ماشي بناتي. كانت الاسئله كتمشي وكتجي في الراس ديال حمزه، وهنا كيشوف الزوجه ديالو ومره كيقول مستحيل تخوني، مره كيقول ما يمكنش يكونوا الاطباء بجوج راهم غالطين. غادي يبقى الدنيا كدور به وغادي يبقى كيفكر وكيخمم. هنا غادي يقرر انه يواجه رجاء، ولكن غادي يقول مستحيل رجاء دير هادشي، انا عارفها ومعاشرها وهي بنت الناس، مستحيل انها تخوني مع شي حد. حتى لواحد النهار في العيد الكبير هنايا رجاء غادي تمشي عند العائله ديالها. فعلا غادي يمشيو غير الدوار تما الدار ديال العائله ديالها، ومن بعد غادي يطلب من العائله ديالها انهم يخليو عندهم البنات، لان رجاء وحمزه راه واحد الصديق ديالو هنا في الدوار خاصهم يمشيو عنده ويشوفوه، ومن بعد دابا يجيو لا غدا باش ياخدوا البنيتات. فعلا غادي يخليو البنيتات وغادي يمشيو رجاء وحمزه لداك الدار ديال الناس. عادي يمشيو وغادي يشوفوا هاد الصديق ديالو اللي كان بعيد على الدوار اللي كانوا عايشين فيه وهما راجعين. هنايا غادي توقع واحد الكارثه، غادي يتعرضوا واحد الناس واحد العصابه الحمزه والزوجه ديالو، بحيث انهم غادي يخطفوا الزوجه ديالو وكذلك غادي يضربوا حمزه واحد الضرب اللي كان خايب بزاف، اللي كان خلاه ما يقدرش حتى يوقف على رجليه. هنا حمزه غادي يوصل الصباح وغادي يبقى غير كيغوت وكيطلب المساعده من الناس اللي دايزين بداك الطريق اللي في داك الدوار، حتى غادي يشوفوا شي ناس وغادي يجيو عنده كيجريو. هنا غادي يقول لهم بانه راه تعرض لواحد الضرب من طرف واحد العصابه وكذلك راه هزوا مراته واختطفوها. هنا بسرعه داك الناس غادي يتصلوا بالجندارم اللي غادي يجيو في الحال، وفعلا غادي يوصلوا وغادي يشوفوا حمزه اللي كان مضروب بزاف، وغادي يقول لهم بانه كان جاي هو بالزوجه ديالو من دار واحد الصديق ديالو وغادي يتعرض للضرب، وكذلك مراته غادي يختطفوها له شي وحدين اللي كانوا جايين في واحد البيكوب، وخداو منه الهاتف ديالو وكذلك واحد المبلغ اللي كان عنده في السياره. وهذاك الشخص اللي اختطف له مراته قال له بان هذه راها مراتي قبل ما تكون مراتك، وكذلك بناتك هما بناتي. هو ما عرفش هاد الهضره هذه، وفعلا غادي ياخدوها معاهم وهي بقات كتغوت وما عارفاش، كتقول لي عاوني ولكن انا ما قدرتش، لانهم كانوا جوج وصحاح بزاف وكانوا عندهم واحد الزراوت اللي ضربوني بيهم. هنايا الجندارم غادي يرجع
وغادي يطلب من حمزة من بعد ما يخرج من المستشفى غادي يجي عندهم باش هكا يستجوبوه. وكذلك الناس اللي كانوا في داك الجهه لقاو حمزة حتى هما غادي يستجوبوه. هنا غادي يقولوا لهم اودي حنايا دزنا في الصباح ولقينا هاد السيد هذا كيغوت هنا وكيطلب المساعده. فاش قربنا منه قالنا اودي شي حد راه ضربني واختطف الزوجه ديالي. هنا الجندارم غادي يطلبوا من العائله ديال رجاء انها تجي باش يعرفوا منهم واش كاينه شي حاجه اللي يقدروا يساعدوهم بها. فعلا غادي تجي الام ديالها والاب ديالها وحتى الاخوان ديالها غادي يقولوا بان راهم تعشوا عنا ومشاو باش يشوفوا واحد السيد، ومن بعد كانوا عادي يرجعوا باش عادي ياخذوا البنيتات ديالهم. ولكن هاد الصباح هذا عيت ما نتسناوهم وهما ما رجعوش. هنا غادي يقولوا لهم واش البنت ديالكم كتعرفوا عليها شي حاجه كانت عندها علاقه مع شي حد او لا كتعرف شي حد لا قبل الزواج ولا في الزواج. هنا العائله ديالها غادي تنفي بتاتا هاد الهضره هادي وغادي يقولوا لهم بان البنت ديالهم راه هادي مده طويله وسنوات طويله وباش مزوجه مع حمزه، راها مني كانت عندها 17 عام وهي مزوجه به وعايشين مزيان ومرتاحين وما كانش عندهم نهائيا حتى شي مشكل، لدرجه ان البنت ديالنا عمرها ما جات ولا تشكت لنا من حمزه ولا حتى من العائله ديالو مني كانوا مازالين عايشين. هنايا الجندارم غادي تدور بهم الدنيا وما يعرفوا منين بداو هاد القضيه هذه، لان الزوج ديالها كيقول بان السيد اللي اختطفها انها كانت عندها به علاقه وراها مراته حتى البنيتات بناته. غادي يجيبوا حمزه وحتى هو غادي ياكدوا معاهم البحث وغادي ياكد الاقوال ديالو بان داك الشيء هو اللي وقع. هنا غادي يحاولوا انهم يرجعوا للدوار اللي وقعت فيه الاختطاف وكذلك الضرب ديال حمزه، وغادي يحاولوا انهم يستجوبوا الناس حتى يجي واحد الشخص اللي غادي يقول لهم اودي داك الليله انا كنت دايز وشت واحد داسيا اللي كانت حابسه هنايا ومن بعد بقات واحد المده ومن بعد راها مشات. هنا الجندارم غادي يعرفوا بان داسيا كانت فقط عند الزوج ديال رجاء يعني ديال حمزه. هنا غادي يقول لهم اودي راني كنت ودزت من تما وحتى الناس اللي جاو ضربوني واختطفوا الزوجه ديالي راها كانت عندهم بيكوب، فعلا انا راني دزت من تما. هنا الشاهد غادي ياكد لهم بان ما كنت حتى شي بيكوب وما دازت من تما حتى شي بيكوب ولا شاف شي بيكوب تما. هنايا غادي يحاولوا انهم يضغطوا على حمزه، وفي هاد الاثناء هادي غادي تجي واحد البلاغ اللي غادي ياكد ان واحد الجثه ديال واحد السيده اللي تلقات مرميه قريبه للغابه اللي وقعت فيها الاختطاف وكذلك الضرب ديال حمزه، وما غادي تكون هاد الجثه هادي الا ديال رجاء. هنا غادي يخبروا العائله وكذلك حمزه باش يجيو يتعرفوا على الجثه ديال رجاء، وفعلا غادي تاكد انهم هذيك هي البنت ديالهم وكذلك هذيك هي الزوجه ديال حمزه اللي الاسم ديالها رجاء. هنا غادي يحاولوا انهم يضغطوا على حمزه لانه كان هو المشتبه الوحيد في هذه القضيه هذه، كيفاش ان شي حد غادي يقدر ياخذ له الزوجه ديالو وخصوصا ان داك الدوار اللي كانوا قريبين ليه الديور، وكيفاش كيقول انهم كانوا كيغوتوا وكيطلبوا المساعده وحتى شي حد ما سمعهم. هنايا حمزه غادي يجيب رجليه عند الجندار وغادي يقول لهم بغيت نعترف انا اللي قتلت الزوجه ديالي رجاء وانا اللي رميتها في داك الجهه ديال الغابه، واللي وقع هو هاد الشيء. رجاء انا كنت مجوج بها المده اللي طويله بزاف، كنت كنبغيها وتعرفت عليها مني كانت عندها 17 سنه وكنت كنبغيها وكذلك عايش معها احلى ايام حياتي، حتى لواحد النهار قررت انني باش نزيدو شي وليد باش هكا ياخد الاسم ديالي، ولكن رجاء دائما كانت كتهرب وما كتبغيش تمشي معايا للطبيب. هنايا حتى لواحد النهار كنت ماشي لكازا وقلت انا راني جيت خليني نشوف شي طبيب اللي يكون معروف ويشوف شنو الاسباب اللي خلاني ما نزيدش نولد. وهنا الصدمه غادي تكون ان هاد الطبيب هذا غادي ياكد لي بانني انا ما كنولدش وعمري ما نولد، واخا كانوا عندي 2 بنيتات كيقول لي راه مستحيل انك تولد. ما تاكدش مشيت لطبيب اخر وكياكد لي نفس الحاجه، وهنا رجعت للدار الدنيا كتمشي بيا وكتجي حتى لواحد النهار فاش كنا مشينا عند العائله ديال
رجاء. وتما تعشينا وخرجنا، وقلت لهم غادي نمشي عند واحد الصديق ديالي باش نشوفه، ولكن ما مشيت لا لصديق ولا حتى شي حاجه. هنايا كنا راجعين، وهنا غادي نجبد الهضره مع رجاء، وقلت لها انا ما كنولدش وعاقر كيفاش عندي جوج بنيتات. وبقيت كنسولها وكنقول لها عافاك غير قولي لي الحقيقه وما تخافي حتى مشي حاجه. هنا رجاء غير سمعت هاد الشيء تبلوكات وبقات كتبكي وكتقول لي عافاك غير سمح لي، انا راني غلطت واحد الغلط اللي كبير. رجاء كانت كتخلني مع السائق ديالي واللي كان خدام عندي. فاش عرفت هاد الشيء تصدمت وما عرفتش شنو ندير. تما شديتها وبقيت كنضرب فيها، وكذلك شديت واحد زروطه وضربتها بها للراس. وهنايا رجاء غادي تطيح واحد الجثه اللي كانت هامده، والشخص اللي خاتني معاه هذه تقريبا 3 سنين باش غادي يمشي للخارج من تما، ما عرفنا عليه حتى شي حاجه. كنت عارفه هو كنت غادي ندير له نفس الحاجه اللي درت الرجاء وغادي نقتلو. وعرفت بان داك البنات راهم ماشي بناتي، ورجاء كانت كتخوني مع السائق ديالي. شديتها وديتها في السياره ديالي ورميتها في جنب الغابه، ورجعت والطريق ودرت داك التمثيليه، وبقيت كنضرب في راسي بداك العصا وكندير داك التمثيليه، وخليت حتى صبح الحال وخرجت من الطوموبيل ديالي وبديت كنغوت وكنطلب المساعده من الناس. رجاء اللي درت فيها الثقه وكنت كنقول داك البنيات هما بنياتي وكنت فرحان بهم، صدقات خائنه وما تسواش. وانا عمري ما ندمت على انني قتلتها، لانها هي قتلتني مليون مره. كنت كنتمنى اننا ما نولدوش نهائيا، ولكن ما ديرش فيا هاد الحاله هادي. وفعلا هنايا حمزه غادي يتقدم للمحكمه وغادي يتحكم بالاعدام. كنتمنى ان القضيه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك لي كومونتير اللي كيشجعوني، وحتى نتلاقاو في قضيه اخرى ان شاء الله.